الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى كما سيأتي: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. دي سورة الأنبياء ومطلع أول آية في سورة الأنبياء. واللي بيركز في الصور اللي سواء هي إذا كانت مكية أو مدنية هيلاقي إن الصورة دي مكية، وربنا سبحانه وتعالى تصدر في هذه الآية وقال اقترب للناس. طيب الآية دي نزلت في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث يعني بالنبوة في مكة، وقعد فيها قد إيه؟ 10 سنين، تمام. وبعد كده قعد في المدينة 13 سنة. طب فين بقى اقترب؟ اللي يسمع الآية يقول خلاص علامات الساعة خلاص أوشكت على البدء. اقترب للناس، هل المقصود هنا الساعة اللي هي الساعة الكبرى أم ماذا؟ اقترب ربنا سبحانه وتعالى أولا قال لك اقترب، وما قالش قرب. اقترب يعني في فرق بين قرب واقترب. قرب يعني دنا الشيء، لكن اقترب دنا الشيء جدا جدا، يعني وكأنه ايه؟ قريب جدا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الناس هنا مين بالظبط؟ هل هم الناس عموما أم الكفار؟ فريق من أهل العلم قال الناس عموما، وفريق منهم قال الكفار، لتزييل الآية ذاتها ونفسها. نرجع للسؤال اللي هو هي مكية، منين هي مكية ومنين هي أخرت علامات الساعة؟ المقصود هنا اقترب للناس حسابهم. الحساب المعني هو موته. فإذا مات الإنسان كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات الإنسان، مش زي ما الناس بتقول إذا مات ابن آدم، لا، اللفظة الصحيحة إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هم دول اللي هينفعوه في قبره. أما مجرد ما يموت الإنسان فقد قامت قيامته، لأن مش هيعمل حاجة تاني، خلاص ما عادش مكلف بحاجة تاني. هيخش القبر ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يبقى اقترب حسابه ولا ما اقتربش؟ يبقى اقترب حسابه. يبقى الحساب هنا المقصود والمعني اللي هو حساب الشخص نفسه بدنو أجله وموته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. حسابهم تشمل ما له وما عليه، إما مدين وإما مدان. وللناس تحس إن هي إيه الحساب ده ليه هو، يعني الحساب هيكون في صفه هو، واللام هنا مش عايدة على الحساب. حد يقدر اللام هنا يقول لي عايدة على إيه؟ ها؟ اللام هنا مش عايدة على الحساب، لأن هي لو عايدة على الحساب تمام هتبقى مقصودة بناس معينة. أما اللام هنا فاسمها مش لام محاسبة، إنما هي لام مقاربة. اقترب للناس حسابهم. اقترب للناس دنو أجلهم عند انقطاعهم عن الحياة الدنيا وعن أعمالهم. يبقى ده خلاص حسابه قرب أو. يبقى اللام دي ليست للمحاسبة، وإنما اللام هنا للقرب، قرب أجله. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والفريق اللي قال لك هنا الناس المقصودة والمعنية الكفار، قال لك لأن الغفلة زادت بإيه؟ بالإعراض. الغفلة كلنا بنغفل، كل المسلمين بيغفلوا،
ولكن بيجي وقت من الأوقات بيرجع، بيندم، بيتوب، بيتكسر بين ربنا سبحانه بين يدي الله عز وجل ويخشع ويعرف ان عمله غلط. ويجي رمضان بيقعد ينكسر ويتذلل لله سبحانه وتعالى، ويقعد يجي على نفسه ويعافر ويكتر من حسنات عشان عارف ان هو مقصر مع ربنا، لانه عارف انه كان في يوم من الايام غافل. الغفلة اللي هي ايه؟ ان انا ما احطش الطاعة في بالي واتبع الهوى واتبع الشهوات. اللي بقى خلاها تميل في كفة الكفار اللي هو الإعراض، إن هو يبقى غافل ويبقى معرض، يعني معرض عن الدين، معرض عن الصلاة، ومعرض عن الإسلام، ومعرض عن كل الكلام ده. دول بقى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ربنا سبحانه وتعالى خصهم من دون الناس. الآية دي يا أخوانا تجرنا إن احنا الموت قريب مننا أوي 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 فوق ما تتخيل. الموت ده يعني النبي عليه الصلاة والسلام شبه أنه أقرب لأحدنا من شراك نعله. لما أخذ الجزمة لما بتيجي تلبسها شوف قريبة منك قد إيه. الموت الحاجة الوحيدة اللي هي ما تعرف لهاش أي حسب، ما تعرفش هي بتيجي إمتى، بتيجي الساعة كام، بتيجي بصحة ولا بتيجي بمرض ولا تيجي. والله النهاردة سبحان الله جاي ساعة الفطار الناس بتبقى ماشية مش شايفة. يعني أنا سبحان الله بيني وبين حاجة خلاص، فالموت ده وماشي يعني مصحصح وفايق وبتاع، بس ممكن تجي لك حاجة كده من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. هنا بقى في اللحظة دي تحب تموت ازاي؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فإذا غفلت في يوم من الأيام وفي ساعة من الساعات فدايما بادر بالتوبة والنوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وخد بالك من مطلع الآيات والتصدر بتاع الآيات بيبقى لافت للانتباه. بعد كل الكلام اللي احنا حكيناه ده يرجعنا للسؤال الأولاني، إن السورة دي مكية وربنا سبحانه وتعالى قال اقترب للناس، ولسه ما فيش أي حاجة شفناها خالص لغاية دلوقتي. يبقى المفهوم الصحيح ان اقتراب الحساب مش اللي هو يوم القيامة، انما اقتراب الحساب اللي هو انقطاع الانسان عن هذه الدنيا ودنو اجله، فهذا مقربة لحسابه، فان حسابه في القبر منذ ان يوضع في قبره ويغلق القبر خلاص بدأ الحساب. أما يوم القيامة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشى. الوحيد الذي يعلم، الوحيد سبحانه وتعالى، الواحد الأحد الذي يعلم بالساعة دون غيره سبحانه وتعالى. حتى جناب النبي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلع على الساعة، إنما اطلع على أماراتها وعلاماتها وأشراطها. أما الساعة كام والكلام ده ما حدش يعرف إلا هو سبحانه وتعالى. فاحنا نعمل بالآية دي إن احنا دايما الموت نصب أعيننا. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقعت في غفلة ما تعرضش، اقبل على الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.